So one thing about these Shias that makes them dangerous is that they believe in the 12th Imam. المهدي شيخنا، صفات المهدي أينما يظهر اسمع. أول صفة جميلة عندنا المهدي، إحنا يملأ، ترى ما عندهم يملأ الأرض عدلا كما هو عندنا. المهدي اسمعوا عندهم ماذا يقول أبو عبد الله عبد السلام رضي الله عنه، بيقول الذين يمشون على الأرض هونا هم الأوصياء، يمشون على الأرض هونا، فإذا قام القائم المهدي عرضوا كل ناصب عليه، يعني كل واحد من أهل السنة، فإذا أقر بالإسلام وهي الولاية، عجبا يا مسلمون، الإسلام كله جمعوه في التكفير، عفوا هذول جماعة التكفير، جمعوا الإسلام كله في التكفير، في الولاية، هم في الولاية. طيب وهي الولاية وإلا ضربت عنقه أو أقر بالجزية، يعني نحن يهود ونصارى. هي من أعمال المهدي بحار الأنوار يا حبيبي، يا حبيبي، الكتب عندهم بحار الأنوار للمجلسي. جهزوا أعناقكم يا حكام أهل السنة ويا أتباع أهل السنة. يقول لو يعلم الناس اتق العرب فإن لهم خبر سوء، أما أنه لم يخرج مع القائم منهم واحد. لا ما ينفعش كده، العرب كلهم. يعني سجل المكالمة واسأل الشيخ في وقتك، سجلها وسجل الشيخ في وقتك. يقول أبو جعفر العرب لهم خبر السوء، يبقى اسأل الشيخ سؤال. نعم اتفضل. لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس دم، ما عندهم إلا حقد، دم، ضغينة ناس. أما إنه لا يبدأ إلا بقريش، أعوذ بالله، برؤوس العرب، يعني يبدأ بآل، يعني عرب قريش، احنا قريش يعني يعني احنا قريش. لا ما هو أنت بتقول عرب. لا أنا مش عارف. سجل فلا يأخذ منها إلا بالسيف. طيب جهزوا حالكم يا أهل مكة إذن، يا أهل البيت الطيبين الذين من قريش الذين يحبون أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنه. ولا يعطيها إلا السيف، حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد، أعوذ بالله. شوف التمهيد للدم. لو كان من آل محمد يرحم. يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. يقول فما يكون من أهل الذمة عند قال يسالمهم، الله أكبر، يسالم أهل الذمة ويقتل المسلمين. بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 376، كأنه يعيش على برك من دم ويريد أن يشرب دم. اسمعوا الله أكبر. المهدي يهدم المسجد الحرام، المهدي يخرج عائشة ويقيم عليها الحد لأنها زنت. قبح الله هذا المهدي، قبح الله هذا المهدي وقبح الله أتباعه عاجلا غير آجل. المهدي يهدم، المهدي من المهدي على الظهور صفحة 334. المهدي يخرج أبا بكر وعمر ويقيم عليهم الحد. دقيقة. المهدي يظهر القرآن الصحيح، إن يظهر القرآن الصحيح. هذه مقارنة يسيرة جعلتها بين المهدي الذي يؤمن به أهل السنة والمهدي الذي يؤمن به الشيعة، ولكم أنتم الحكم بارك الله فيكم. مهدي الشيعة يقتل العرب، مهدي السنة يملأ الأرض عدلا. مهدي الشيعة ولادته غير طبيعية كما قلنا قبل قليل، يخرج من الفخذ، وهذا في بحار الأنوار الجزء 51 صفحة 26. مهدي السنة يولد طبيعيا. مهدي الشيعة يهدم المساجد، مهدي السنة يعظم المساجد. مهدي السنة الشيعة يأتي بقرآن جديد، مهدي السنة لا يأتي بقرآن جديد. مهدي الشيعة معصوم، مهدي السنة غير معصوم. مهدي الشيعة عنده خوارق ومعجزات، مهدي السنة ليس عنده خوارق ولا معجزات. مهدي الشيعة ينسخ القرآن ويأتي بشرع جديد، مهدي السنة متبع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. مهدي الشيعة يبعث نقمة، مهدي السنة يكون رحمة. مهدي الشيعة إمام ابن إمام ووصي ابن وصي، مهدي السنة ليس إماما ولا وصيا. مهدي الشيعة أتباعه من بني إسرائيل، مهدي السنة أتباعه
المسلمون. مهدي الشيعة عاش طفولته في سرداب. مهدي السنة يعيش طفولته في بيت. مهدي الشيعة ليس في عنقه بيعة، مهدي السنة في عنقه بيعة. مهدي الشيعة الشهادة معه تعادل شهادتين، مهدي السنة الشهادة معه تعادل شهادة واحدة. وهذا طبعا في بحار الأنوار صفحة 52 صفحة 26 و100. مهدي الشيعة أجر منتظريه أكثر ممن شهد بدرا وأحدا. مهدي السنة لا أجر لمنتظريه. مهدي الشيعة أول من يبايعه جبريل على صورة طائر. مهدي الشيعة السنة لا يبايعه جبريل. مهدي الشيعة محمد صلى الله عليه وسلم من أتباعه في بحار الأنوار صفحة جزء 52 صفحة 48 300. مهدي السنة ليس من أتباعه محمد بل هو من أتباع محمد. مهدي الشيعة يقتل الرجال ويبقر بطون الحبالة، بينما مهدي السنة لا يفعل شيئا من ذلك. مهدي الشيعة أمه غير محددة ولا معروفة، مهدي السنة أمه ستكون معروفة. مهدي الشيعة حمله وولدته في يوم واحد، مهدي السنة حمله طبيعي. مهدي الشيعة حمل في الجنب وليس في البطن، مهدي الشيعة حمل في السنة حمل في الرحم. مهدي الشيعة ولد من الفخذ، مهدي السنة يولد طبيعيا. مهدي الشيعة في يومه السابع قرأ صحف إبراهيم ونوح وإدريس وصالح وهودا وداود وموسى وعيسى والقرآن، ومهدي السنة لم يحدث له شيء من ذلك. وهذا في بحار الأنوار جزء 51 صفحة 27. أبدا الفكر الشيعي الصحيح يحرم تطبيق الشريعة في زمن الغيبة. إجماع فقهاء الشيعة، كل فقهاء الشيعة من زمن الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى إلى السيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم، جيل بعد جيل فقهاء الشيعة أجمع، وأنا مسؤول عن كلامي، كلهم يقولون حرام 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 كحرمة شرب الخمر، إقامة نظام حكم ديني شرعي في زمن الغيبة. الآن الحدود أفرض دولة راح تطبق دولة على مذهب أهل البيت وفق الإسلام والمعايير الإسلامية، يقول لي أنت تطبق الحدود بدولتك إذا تسويها شكل، أقول لك لا، تطبيق الحدود إلا للمعصوم. إذن فالمراد بقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ظهور المهدي الذي يحقق تمامية الإسلام من الناحية التطبيقية صدقا وعدلا على الأرض. محمد يعني من يقرأ عندكم إن شاء الله في محرم هالأيام؟ الشيخ محمد جواد مسعودي. يعني بعد شوي راح يبلش إن شاء الله الساعة 8 إن شاء الله. وهذه الراية أمر من صاحب الزمان حق ناس يوم. اللهم صل في رؤية. إيه؟ أنا أقول لازم في شيء. هذه الراية نفسها إنه طلب إن تكون راية موجودة في هالمكان بأمر من صاحب الزمان سلام الله عليه. يعني إن الناس حلموا إن تنحط بالحسينية. وأضيف معلومة جديدة لبعضكم: الحطب الذي أحرق فيه باب دار الزهراء عليها السلام موجود عند صاحب العصر والزمان، والرواية يرويها السيد هاشم البحراني في كتاب حلية الأبرار عن الصادق عليه السلام: إن الحطب عندنا نتوارثه إلى صاحب الزمان. ماذا سيفعل به صاحب الزمان؟ صاحب الزمان يعرف ماذا سيفعل به.